السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. معاكم النهاردة قناة فنجان سدرة. ياريت كلنا نصلي على النبي في الكومنتات، واللي محتاج اي برج يكتبولي في الكومنتات. وانا من عندي قبل العين دي، احنا داخلين على سنة جديدة، يا رب تبقى سنة كلها سعادة وفرح وهنا علينا كلنا. معاكم النهاردة في برج العذراء. ياريت قبل ما نبدأ الفيديو نشترك في القناة وندوسوا على الجرس وندوسوا على الكل، عشان اي فيديو ينزل يوصل لكم وتشوفوه وتعرفوا اخباركم واخبار البرج اللي انتوا مرتبطين بيه ومحتاجين تعرفوه. معانا النهاردة برج العذراء. عارفين يعني ايه برج العذراء؟ احسن برج واحلى برج، انا شخصيا بحبه. انا فعلا انا بحبه. ستات البرج العذراء كده، يعني ستات آه، غريبة كده، غريبة الشخصية، حاجة كده يعني فوق الوصف وفوق الخيال. تعالوا نشوف النهاردة البرج دوت بيقول ايه. يلا بينا نصلي على النبي ونسمي الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. برج العذراء. بص يا برج العذراء، احنا ان شاء الله قربنا نقفل السنة، بس انا بقولك قبل ما تخش على السنة الجديدة هيبقى فيه مشوار انت داخله وبتفكر فيه بس متردد، وانا بقولك خش فيه بقلبك وسمي الله وهتفرح. يعني انت قبل ما تقفل السنة هتفرح. بس انت في حاجة يا برج العذراء، انت بتعيط وبتدمع، انت في حاجة خانقاك، انت في حاجة مسكاك من رقبتك مش مخلياك عارف تتنفس، في حاجة طابقة على صدرك. آه. ليه؟ لان انت محتاج احتواء، محتاج دفى، محتاج حب، محتاج حنان. وبرضو انت في حد عايز توضح له مدى حبك ليه بس متردد. انا بقولك ما تترددش يا برج العذراء، وصرح له بحبك دوت، وان شاء الله هتخش السنة الجديدة وهو في حياتك. بالنسبة لحياتك العملية، انت في مشوار او مشروع انت عايز تدخله وخايف ومتردد وعمال تقول للناس كلها على المشوار دوت عشان انت متردد. بس انا بقولك اتكل على الله واعمل المشروع دوت، وربنا ان شاء الله مش هيكسر بخاطرك وهيكبر بيه. في حاجة تانية يا برج العذراء، بص انت ماشي في طريق ومتردد زي ما انا ما بقولك، اللي هو طريق الشغل، الحياة العملية. بس انا بقولك خوض فيه التجربة ومش هتندم. برج العذراء عايزة اقولك برضو على حاجة، انت في حد في حياتك خانقك، في حد في حياتك عمال يحبطك، وفي حد في حياتك عمال يقولك بلاش على اي حاجة وكل حاجة، لسبب هو مش عايزك كويس، مش عايزك حلو، مش عايزك في مناصب عالية عنه. فياريت تبعد عن الشخصية دي نهائي، وهتلاقي تغير في حياتك بنسبة 180 درجة. احب اقولك يا برج العذراء ان انت ان شاء الله ان شاء الله هتخش السنة الجديدة وانت فرحان وسعيد. بس يا ريت تبطل الدموع اللي انت فيها. اظن شايف الدموع اللي انت عمال تنزلها من عينيك، وصدقني مفيش حد يستاهل الدموع دي كلها. بص يا برج العذراء، بالنسبة لحياتك العاطفية، في حد في حياتك بحرف الاتش، في حد في حياتك بحرف الاتش. فخوض التجربة وصدقني مش هتندم، والله يا برج العذراء مش هتندم. بس في شخصية زي التعبان، هوريها لك اهي دلوقتي، اهي زي التعبان، يا ريت تبعد عنها تماما. هي دي اللي خانقاك، وهي ديت اللي مخلياك محبط بين حياتك العملية والعاطفية وحياتك عامة. كل حاجة تقولك عليها لأ، إذا كان
أنثى أو ذكر بتقولك لأ، أو بيقولك لأ، بيقولك بلاش، بيقولك ما تروحش، ما تعملش. البني آدم أو البني آدمة دي مش حباك تبقى في المناصب العالية علشان بتغير منك. فحاول تدور مين الشخصية دي في حياتك، وياريت تبعد عنها، وصدقني هتخش السنة الجديدة وانت فرحان ومبسوط، وحياتك هتبقى متغيرة لما تبعد عن الشخصية دي. آم، الحياة العاطفية لأ، يعني أنا شايفة بصراحة طريق حلو جدا 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 بالنسبة للحياة العاطفية. الحياة الأسرية يا برج العذراء، حاول تقرب من الأسرة عشان تلاقي المشاعر اللي ناقصاك، وهتلاقيها، لأن انت كل حاجة متردد فيها، كل حاجة مش عاوزها، كل حاجة بتتناقش فيها بعنف. حاول تتفاهم وحاول تتناقش، بس بهدوء عشان تعرف توصل لحل، وتعرف توصل للي في دماغك. آه، بص، هو الطريق بسم الله ما شاء الله انا شايفاه كويس جدا بالنسبة للحياة اللي انت داخلها، وان شاء الله السنة الجديدة هتخش وانت مبسوط وفرحان وسعيد. و يا ريت يا حبايبي ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد، واللي عايز برج جديد يكتب لي في الكومنتات وانا هنفذ له طلبه. اشوفكم الحلقة الجاية ان شاء الله مع قناة فنجان سدرة. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.